حالة مرضية، والحالة المرضية هذا هو الموضوع إلى موضوع مجلس الأمن والسلم الإفريقي. نبداو درجة درجة، لأنه في نفس الإطار، ولو أنه ما كان يجب أن يكون في نفس الإطار. مجلس الأمن والسلم الإفريقي بطبيعة الحال عنده موجودة مقاعد فيه، وشمال إفريقيا بطبيعة الحال عندها مقعد في مجلس الأمن والسلم الإفريقي على أساس محاصصة. بطبيعة الحال كل منطقة عندها حصة، وحتى تمثل كل المناطق في هذا مجلس الأمن والسلم الإفريقي. يا ريت فقط لو نشوفوا لا أدري إذا نشوفوا صورة أم لا. بطبيعة الحال هذا ما حدث. هاي الصورة هنا راكم تشوفوا في أديس أبيبا، وهنا الصورة راهو قرب أحمد عطاف، لأنه أحمد عطاف للأسف وضع في ماشي في الزاوية، حتى في الجانب البروتوكولي، يعني كان مرمي إلى الوراء. لكن هذا ليس إشكال، هذا توزيع تاع مقاعد، ليس لا إشكال ولا حرج فيه. لكن مجلس الأمن والسلم الإفريقي منذ 3 سنوات، والمغرب بطبيعة الحال هي الممثل من شمال إفريقيا منذ 3 سنوات الآن، وانتهت العهدة الآن تنتهي في شهر مارس. أوكي. هناك تصويت من أجل الآن اختيار ممثل عن شمال إفريقيا بطبيعة الحال في إطار هذا المقعد في مجلس الأمن والسلم الإفريقي. عدد المقاعد اللي لابد من الحصول على الثلث من الأصوات، ولكن النظام الجزائري بكلامه جنى على نفسه، بشعاراته جنى على نفسه، بترهاته جنى على نفسه، بقضية أن الجزائر أكبر قوة وقوة ضاربة وقوة إقليمية ومحترمة في إفريقيا. وتبون في حواره الأخير مع لوبينيون الجريدة الفرنسية قال لك بأنه احنا مسحنا ديون تاع 12 دولة إفريقية، وهي حقيقة ملايير الدولارات، ولو أنها من أجل قضية من أجل دعم ميليشيات البوليساريو. يقول لك مسحنا ديون، قال لك درنا صندوق فيه أكثر من مليار دولار من أجل المشاريع التنموية، احنا أنبوب الغاز من نيجيريا أوروبا، احنا كذا. معناتها النظام الجزائري لسنوات وهو يقول لنا قوة إقليمية. معناتها أيضا لما يأتي تصويت في إطار الاتحاد الإفريقي، وهنا نأتي إلى المقارنة مع المغرب. ودرك نقول لكم لماذا المغرب كالعادة، ماشي لأنه أنا أيضا عندي الحالة المرضية، ولو أنه أيضا أنا صارت عندي الحالة المرضية هذه للأسف. نوض الصباح نسمع الاسم هذا، نوض في المساء نسمع الاسم هذا، ما بينهما نسمع الاسم هذا، في الأحلام تاعنا والكوابيس تاعنا نسمع الاسم هذا. دونك أنا أيضا صارت عندي الحالة المرضية هذه ربما. لكن مقارنة مع المغرب اللي عشريات وهو غير موجود في الاتحاد الإفريقي وجمد العضوية تاعو. أوكي. النظام الجزائري العكس، يقول لك احنا مقارنة مع البقية احنا محترمين، صوتنا محترم في إفريقيا ومن الدول الإفريقية. أوكي، صوتكم محترم. نروحوا دركا وكالة الأنباء الجزائرية مرة أخرى، التلفزيون العمومي والناطق والصحفي اللي يقرأ لنا البيان. أين هو؟ في سلم الدبلوماسية يسقط المخزن إلى الدرك الأسفل في محاولة للظفر بعضوية مجلس السلم والأمن. سامحوني قوس فقط. المشكل تاع التلفزيون رجاء التلفزيون الجزائري وكالة الأنباء الرسمية عودوا خليو المقاطع المرتبطة بالمخزن على الأقل منتصف الفيديو، حتى أنا نعمل شوية تشويق، وتعرفوا باش نرفعوا نسبة المشاهدة ونخليو المشاهد يبقى يركز معنا وغير ذلك. حاولوا فقط كلمة المخزن والمغرب تخليوها على الأقل في المنتصف تاع الفيديو، وشكرا لكم. الاتحاد الإفريقي صفعة كشفت قناع الخجل المفبرك الذي حاول المخزن التستر وراءه، بينما تتعزز حظوظ الجزائر في نيل عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. ويت
قبل ما نفهموا القضية وما ما فيها وما يختبئ وراءها. أنا راني نسمع، أنا راني حابرك نستفسر من عند التلفزيون العمومي. إيه، حب نفهم جزئية برك. إذا الجزائر عندها فرص وعندها حظوظ، والجزائر شوكر لافريك على قولة العبارة الشعبية البسيطة، علاش راكم تحكيوا على المخزن؟ ها انتم عندكم فرص في الحصول على المقعد. اذا عندكم اصلا فرص في الحصول على المقعد، علاش راكم تحكيوا لنا في الحكايه عندكم فرص في الحصول على المقعد؟ الله اكبر، العالم كله سيرى والجزائر تحصل على المقعد. علاش راك مدير تقرير وتهاجم والمخزن والمغرب والروايات؟ اصبروا نزيدوا نسمعوا. وهو ما يعكس مكانتها القوية في حضنها الإفريقي، وما نالته من 30 صوتا رفعت من أجله الجزائر ولا تزال تدافع عن تطلعات إفريقيا المشروعة بأهداف دبلوماسية مبجلة. خارج القوسين أو أدنى يبدو الخجل لافتا من فشل أعلم به القاصي والداني، وأعلم أيضا التلفزيون الجزائري عندكم مشكل واحد كي تبداو ديروا في اللقطات هادو، انه كاين شخص اسمه شوقي بنزارة يريب لكم القضيه. راني وراكم الى النهايه ان شاء الله، مادام كاين نفس في الجسد هذا. لانه التلفزيون الجزائري الشيء اللي ما قلتوش المواطن الجزائري البسيط المغلوب على امره واللي تحاولوا تستحمروه. علاش قلتوا بانه الجزائر حصلت على 30 صوت على اساس انه انجاز، ولم تقولوا في بدايه من البيان وبين برقيه تاع وكاله الانباء بانه الحصول على 30 صوت غير كافي للحصول على المقعد؟ معناتها اليوم درجة العزلة تاع النظام الجزائري اللي يقول لك بأنه قوة في القارة الإفريقية، قوة ضاربة، قوة إقليمية، أقوى جيش في المنطقة، احنا إفريقيا كل الدول الإفريقية من غير المخزن تحترمنا. إذا كل الدول الإفريقية تحترمك وما كانت قوية في القارة الإفريقية، علاش ما تحصلتش على النصاب الكافي اللي يجعلك تحصل على مقعد في مجلس الأمن والسلم الإفريقي؟ هذا راهو ماشي مقعد دائم في مجلس الأمن، هذا راهو مقعد في مجلس الأمن والسلم الإفريقي فقط، مع احتراماتنا للاتحاد الإفريقي على كل حال. يعني الناس، هل تظنون بانكم راح تستحمروا يكدي المقوله تاع جوبلز هذيك عاودوا درك طبقوها فيكم انتم مع الاكاذيب والروايات الفارغه تاعكم؟ سخاء المغرب بالرشاوي في أروقة الاتحاد الإفريقي، رشاوي مثيرة للازدراء والاشمئزاز وموصوفة بأقبح النعوت والعبارات، ودون ما حياء تعتيم مشين على حقيقة ترشح المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وإن لم تستحي فافعل ما شئت. 6 جولات أثبت خلالها المغرب عدم قدرته على منافسة الجزائر نظرا للفرق الكبير في عدد الأصوات، والذي بلغ 30 صوتا مقابل 17 فقط للمغرب خلال الجولة. معناتها النظام الجزائري الآن يقارن نفسه، يعني المعيار تاع النظام الجزائري هو المقارنة مع المغرب، ليست المقارنة مع دول في مناطق أخرى حصلت على مقاعد في مجلس الأمن والسلم من الجولة الأولى. النظام الجزائري يقول لك لا، احنا نقارنوا اصلا قضيه المغرب للتاكيد احنا فلنسلم بانه حقيقه المغرب سيرشح نفسه، فلنسلم وماشي مشكل. لكن ماشي النظام الجزائري، انتم دائما تقولوا بانه المغرب اصلا معزول في القاره الافريقيه، واصلا الحقيقه انه المغرب عاد الى الاتحاد الافريقي منذ سنوات قليله بعد غياب دام لعشريات، ليس لسنوات بل لعشريات تاع غياب على الاتحاد الافريقي. لماذا الدوله النظام الجزائري اللي يقول لك احنا قوه في القاره الافريقيه صوتنا لا يعلى فوقه، دركا صرت تحتفي ب 30 صوت فقط، وبانه انك تجاوزت المغرب وتجاوزت ليبيا في قضيه المقعد المرتبط بمنطقه شمال افريقيا؟ اسنا نزيدوا. ثالثة، يعكس ثقل الجزائر داخل القارة الإفريقية ثقل. بمحاولة يائسة تطعن في مساعي الجزائر ومبادرتها الخدومة لعمقها الإفريقي، لقد بات هاجس المغرب الوحيد في المنظمة القارية كبح المكانة القوية للجزائر في حضنها الإفريقي والقيام ما فهمتش، القارة الإفريقية شحال من بلد، شحال من عضو موجود في الاتحاد الإفريقي، ونحسب لكم حتى الميليشيا تاع البوليساريو يا أخي 55. من أين لكم أنكم تتكلموا؟ كنا نسمعوا من قبل في قضية المعلومة هذيك
اللي نشرتها إذاعة مونتي كارلو الدولية، قناة فرنسية، تتكلموا عن المخزن. الآن موضوع مقعد للجزائر في مجلس الأمن والسلم، الموضوع اللي تكلم عليه برقية وكالة الأنباء الجزائرية، المغرب. وش دخلنا في المغرب؟ تكلم لي لماذا الجزائر لم تحصل على المقعد؟ لماذا لابد أننا ننتظر شهر قبل ما يعاد التصويت؟ ولماذا يعني ساعات قبل وصول الرئيس المعين عبد المجيد تبون إلى أديس أبابا؟ ساعات يا جدك. الأصل أنه إذا تبون رايح، الأصل أنه الدبلوماسية الجزائرية تكون حققت إنجاز. فضائح تروحوا تبكيو، البكاء في مجلس الأمن، البكاء في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة، البكائيات في كل مكان. البكاء وقت في هذاك الاجتماع التنفيذي تاع الاتحاد الإفريقي في غانا، راكم تتذكروا البكائيات أحمد عطاف، البكاء تاع تبون أمام البرلمان الجزائري بسبب بوعلام صنصال. الآن البكاء بسبب عدم حصول على مقعد في مجلس الأمن والسلم في التصويت هذا بسبب المغرب دايما. علاش؟ لماذا تضعون محور، لماذا تضعون بوصلة اليوم الجزائر وبوصلة الدبلوماسية الجزائرية هي هذا البلد؟ هذا هو السؤال. وقولوا درك عميل المخزن شوقي بن زهرة راه يتكلم على المخزن. درككم ما تقدروش حتى باش تتهمني أنا بأنني على الأقل بالك في فترة ما لو كان نقولوا كان الموضوع هذا تاع المخزن غير موجود، تقدروا حتى أنا قال كي تتهموني الناس قادرة تصدق. اليوم الناس صار أكبر أضحوكة اليوم عند الشباب الجزائري يقول لك هذه رواية الجزائر مستهدفة. ها الجزائر مستهدفة من الكائنات الفضائية، الجزائر السخرية راهي حملة تاع سخرية عارمة، راهم حتى داخل البلد هذا المدمر واللي صار مزبلة كبرى. الناس بدات تقول خلاص يا صاحبي، خلاص صباح عشية في صلاة، مع صلاة الصبح، مع الظهر، مع المغرب، مع المغرب أيضا، مع العشاء، يعني في العصر، في كل الأوقات المغرب نسمعوا غير البلد هذا. الناس كرهت يروحوا للتلفزيون العمومي يلقاوه يتكلم على مشاكل في بلد آخر، ومشاكل على العموم وهمية اختلقوها هم. حاولت اليائسة تلو الأخرى لمنع الجزائر من تولي المناصب القيادية في الاتحاد الإفريقي، والجزائر بين القوسين وأرفع، فضلا عن زرع الانقسامات في الصف الأفريقي الموحد، وهي المحاولات التي لم يجني منها المغرب سوى الانتكاسة تلو الانتكاسة. الوعي الإفريقي بمغالطات المغرب المفضوحة نأى بدول إفريقيا في الدخول في مغامرات لا تزرع سوى بذور. راهو مجلس السلم والأمن الإفريقي ماشي مجلس الأمن والسلم المغربي مرة أخرى. راني ندير لايف فيك أكثر من نصف ساعة، راكم جعلتوا ما عنديش موضوع آخر أتكلم عليه. الله غالب. اليوم هذا الموضوع الأصل أننا كنا نتكلموا على مسائل إفريقية. أصلا العنوان هو الجزائر تتجه بخطى كبيرة لافتكاك عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي. هل سمعت كلام على مجلس السلم والأمن الإفريقي؟ الكلام هو على مؤامرة مخزنية من أجل منع الجزائر من الحصول على منصب، والكلام هو أننا سنحصل على المنصب. لكن اشرح لي لماذا فشلت اليوم في الحصول على المنصب، ولماذا لازم تنتظر شهر، والعضوية تاع المغرب راح تستمر. لأنه لو يتم الفشل في الانتخاب في الشهر القادم راح تزيد العضوية تاع المغرب تستمر حتى يتم إعادة جولة وراء جولة، حتى يستطيع البلد اللي راح يجمع النصاب الكافي. يعني مش عيب، مش عار انه تحط اصلا يعني الانسان مثلا، يعني الانسان على نفسه ما يرضاهاش. غير آجل ستترشح مجددا لهذا المنصب في الانتخابات المؤجلة، وسيتجنب المغرب. وما يقولكش لماذا انتخابات مؤجلة. قال لك في البداية 30 صوت انتخابات مؤجلة، لكن الجزائري هذاك المسكين المغلوب على امره اللي راهو يسمع يقول لك الجزائر حصلت على 30 صوت بزاف. ما قالولوش باللي 30 صوت ليست النصاب الكافي، وبأنه فشل بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية، وفشل كبير. قنبلة المغرب، هذا المغرب عمره ما قال لك أنا قوة في إفريقيا،
عمره ما قال لك بأني قوة والدول الإفريقية كلها مجتمعة حولي وإحنا قوة ضاربة وقوة إقليمية وأقوى بلد في المنطقة. جامي. أصلا راني قلت لكم بلد كان لي عشريات وهو أقصى نفسه من الاتحاد الإفريقي بسبب قضية وجمد العضوية تاعو، بسبب قضية هذه الميليشيا تاع البوليساريو. لكن البلد اللي يحاسب هو النظام اللي كل يوم يقول لك قوة ضاربة قوة إقليمية وملايير الدولارات اللي صرفناها في مسح الديون البلدان الإفريقية وملايير الدولارات في المشاريع التنموية البلدان الإفريقية هذه وما يصوتوش عليك. أصلا أحسن مثال هو تشاد. تشاد مسحوا لها الديون حتى تدعم الجمهورية العربية الموجودة في تندوف. أي تشاد راح افتتحت بالأموال هذيك، افتتحت قنصلية عامة في مدينة الداخلة واعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على الأقاليم هذه. نفس الشيء الآن مع هذا موضوع مجلس السلم والأمن الإفريقي. امسح الديون، ادعم الدول الإفريقية، من بعد شحال ديت أصوات من أجل المقام من أجل العضوية في مجلس الأمن والسلم الإفريقي؟ 30 صوت وغير كافيين للأسف. الباقي علاش ما صوتوش عليك؟ لانه احنا نظام لا وزن لا هيبه لا مواقف، والدول الافريقيه صارت ترانا الان. راني نقرا لكم في ما بين السطور اللي غير موجود في البرقيه هذه، لأن الدول الافريقيه الان صارت لديها قناعه بأن النظام الجزائري هو سرطان شمال افريقيا وسرطان افريقيا، وبأنه سواء داخل الاتحاد الإفريقي، سواء الاتحاد هذاك المغرب ما يسمى باتحاد المغرب العربي، سواء في أي تكتل إقليمي، النظام الجزائري أي مكان يدخل ليه يكون مصدر للمشاكل، مصدر لزرع الإرهاب، لزرع الانقسامات، للتهجم، للسب، للشتم. هذا هو النظام الجزائري. أينما حل سرطان شمال إفريقيا هذا تحدث الكوارث. واليوم في الاتحاد الافريقي صارت بدات قناعه، ما نقولش خلاص انتشرت لانه مازال 30 صوت عند النظام الجزائري في قضيه هذه العضويه مجلس السلم والامن. لكن يعني الان صارت تتعزز القناعه بين الدول الافريقيه بأن النظام الجزائري سرطان شمال افريقيا، منبوذ، مرفوض، محتقر، نظام منحط، نظام يوصف يعني وزير خارجيته وممثله في مجلس الأمن بأنهم دي زينيرغيومون دبلوماتيك، حثالات دبلوماسية من طرف يعني الكولونيل مايغا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. نظام يستدعى سفراؤه من جمهورية الكونغو الديمقراطية، من مالي، من النيجر. يعني هذا في الإطار الإفريقي. متى حدث أن الجزائر يعني يستدعى سفراؤها من طرف بلدان إفريقية؟ بالإضافة إلى هذا، زيادة على هذا الكارثة الكبرى. هاو الأسئلة اللي لابد من طرحها. ليس المخزن، المغرب، أموال المخزن، رشاوي المخزن هي التي جعلتنا لا نحصل. كيفاش انت راك تقول باللي المغرب إذن هذا يضع لك عثرات، أنه المغرب هذا يأثر على تحركاتك، وأنه حرم عليك الآن يعني مجلس السلم والأمن وخلاك الآن تروح إلى جولة أخرى وتنتظر شهر آخر من أجل العضوية في مجلس السلم والأمن الإفريقي. وساعات يعني تبون كان في الطائرة ظنا منه بأنه خلاص القضية راهي في الجيب، كما كأس العالم كان في الجيب. هذا هو كان ظن تبون، لأنه لو كان يعرف مسبقا بأن الجزائر لن تحصل على النصاب الكافي لكان لم يبرمج، لأن القضية برمجت من قبل بطبيعة الحال، لكان لم يبرمج ذهابه إلى أديس أبابا في الاجتماع تاع القادة. هاي الكارثة. نهاية أطلب منكم التفاعل بقوة بهذاك زر الإعجاب. يعني في الأيام القادمة سأطلب منكم يعني أنكم تكونوا نشيطين، تخلوا لنا تعليقاتكم أسفل الفيديو أيضا، لأنه دائما هذه الصعوبات قلت لكم في أننا ندخلوا في لايف. مازال الحديث لأنه مازال الاجتماع راهو يوم السبت بطبيعة الحال، الكلام تاع تبون وغيرها من الطرفة، لأنه أكيد راح تكون فضائح أخرى. راكم تعرفوا النظام الجزائري، لكن كوارث ما بعدها كوارث. ليلتكم